وبالتالي المنتخب الليبي يتأهل إلى الدور نصف النهائي. يحضر إلى جانب أحمد اليمني لاعب المنتخب داخل القاعة. أحمد، ألف مبروك التأهل إلى الدور نصف النهائي. مباراة اليوم لم تكن سهلة بالمرة، تعادل في الجولة الأولى وخلال الجولة الثانية. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نادي الفوز لكافة الشعب الليبي، والشباب اليوم كانوا في القمة، كلهم نفر سواء إداري سواء مدرب سواء مساعد مدرب، كنا مجموعة واحدة. ونهني جائزة أفضل لاعب الخميس، وتو عدوا للمباراة القادمة اللي هي مباراة المغرب إن شاء الله. أكيد أحمد، أحسن ما عندنا. أكيد أحمد، الحديث من الآن عن مباراة نصف النهائي أمام المنتخب المغربي. نعرف المنتخب المغربي، قوة المنتخب المغربي. كيف ترى هذه المواجهة القوية أيضا مع المنتخب الليبي حامل لقب سنة 2008؟ والله أول شيء قاعدين نحن نرجعوا في ماضي منتخب ليبيا، والشباب تو قاعدين في الحاضر. بإذن الله حنقدم مباراة جيدة ضد منتخب المغرب، ونسأل الله أن يوفق الشباب في المباراة ونترشح إلى نهائي كأس أفريقيا. شكرا أحمد اليمني. إذن طارق، كان هذا تصريح لاعب المنتخب الليبي. عودة إليك.